لو حياتك عاجباك، لو عايز الفترة اللي فاتت تبقى زي الفترة اللي جاية بالظبط، الفيديو ده مش ليك. انما لو حاسس انه حياتك فيها حاجات محتاجة تتحسن، الفيديو ده ممكن يقدم خطوة اولى. الفكرة دي سمعتها في الراديو في حوار مع واحد اسمه مايكل هايت. حسب ما أنا فهمتها، الإنسان لما يجي يحط لنفسه خطة، عنده 3 دوائر في حياته لازم يبص فيهم ويكتب أفكاره. الدايرة الأولى أنت، إيه الحاجات اللي بتبسطك وإيه الحاجات اللي بتزعلك، عندك قد إيه في حياتك من كل حاجة، مشاعرك، أفكارك، إيه اللي بينفعك منها وإيه اللي بيعطلك. الدايرة التانية علاقاتك، تقييمك لكل علاقة وأهميتها في حياتك. إيه العلاقة اللي عايز تزودها وتعمل فيها مجهود، وإيه العلاقة اللي عايز تقلل حجمها أو تلغيها. من علاقاتك دي إيه اللي بيعطلك وإيه اللي بيحسنك وإيه اللي ناقصك. الدايرة التالتة أفعالك، ودي فيها هواياتك. أحيانا بيكون في كنز في الحاجة اللي بتحب تعملها بس أنت خايف تاخدها بجدية. عملك، أنت راضي عنه ولا لأ؟ هل في فرصة نحسن شروطه أو نحسن مهاراتنا علشان يتحسن؟ هل في فرصة تشتغل حاجة بتحبها بس أنت خايف من النقلة؟ طب ممكن تعمل إيه؟ حالتك المادية مهمة جدا جدا علشان دي الأرضية اللي بتخليك تتحرك. بس ده مش معناه إن الحالة المادية لازم تكون كويسة علشان نعمل ده كله. بالعكس، ساعات بتكون صعوبة الحالة المادية أكبر دافع للتغيير. إيه قيمة كتابة الحاجات دي؟ ليه لازم يعني نقعد ونكتب؟ ما احنا عارفينها. قيمتها كبيرة جدا. في بحث اتعمل في أمريكا، لقوا إن فرصة اللي بيخططوا لحياتهم بالكتابة أكبر ب42% إنهم يحسنوا ظروفهم من اللي ما بيكتبوش. الكتابة بتخليك تشوف الأفكار أوضح، وكمان هي أول اختبار لجديتك، وبتساعدك تاخد قرارات أحسن. وده ينقلنا على نقطة تاني في موضوع تحقيق الأهداف، هي المناطق اللي الفرد بيختارها بقراراته. بالتحديد 3. أول منطقة فيهم كلنا عارفينها، منطقة الأمان والراحة، الكمفورت زون. فيها حاجة حلوة جدا، بس طبعا طبيعي بتضيع فرص. عكس المنطقة اللي بعدها تماما، منطقة القلق، دي نفسها منطقة الإنجاز. كلنا بنخاف وبنقلق من التغيير، ده شعور صحي جدا جدا، لكن الشجاعة هي إن الخوف ده ما يعطلناش. منطقة القلق دي منطقة الأحلام الصعبة بس مش المستحيلة، محتاجة مجهود بس مش مستحيلة. وده مهم جدا علشان يفرقها عن المنطقة التالتة، منطقة الأوهام. الفرق بين المنطقتين إن منطقة القلق حاجة ممكن تعملها بس محتاجة تحدي، زي إنك بتحب الطبخ جدا فتقرر تغير كاريرك وتشتغل طباخ أو تعمل مطعم صغير يكبر. إنما المنطقة التالتة تشبه إنك تحلم من غير أي حيثيات إنك تبقى خليفة مايكل جاكسون أو إنك تزور القمر بضربة حظ. لما سمعت الحوار اتخيلت الموضوع كده بصريا يعني، وحبيت أشارك الفكرة معاكم. لكن كل واحد فينا يقدر يتخيله بطريقة مختلفة ويكتبه بالطريقة اللي تريحه. المهم إننا نقعد ونكتب علشان الأمور تبقى أوضح قدامنا ونقدر نعمل خطة لحياتنا.